يا ابن الكلب يا واطي. طب هو واحد عامل بتاع بيتكلم فيها شتمني انا؟ اوريك بقى انا خيري عليه وعلى الزمالك وكل اللي اتعمل في النادي ده بفلوس مرتضى منصور، مش زي ممدوح عباس ضحك عليكم. كل اللي دفعوا جبت لكم ورق 20 مليون، انا دافع 200 مليون. كل اللي شايفينه في النادي ده هو كان في بيني وبين محمود الخطيب ده اي مشكله في الدنيا؟ ده جميع افراح عيالي حضر فيها عشان الزمالك اللي سجاده حمراء، ودلوقتي بتشتموه. خد مننا زيزو، خد زيزو في البزازه، اصل خد زيزو حطوا له البزازه في بقه. ودي مناسبه، انا لو مكان زيزو وابويا اتشتم اقسم بالله العظيم ما يكفيني مش ممدوح عباس 100 ممدوح عباس ونحميه واضربه في الجسم. ده راجل جوه النادي، زيزو وابوه ووالده راجل مدرس الصعيد داخلين عشان يمضوا. كلام ما عجبش اطلع بره طبعا بيتفتف على الوقت اطلع بره. ايه القرف ده؟ طب يا ريته اكتفى بكده بقى. ده راح منزل بوست، هو انت جاي تتاجر في ابنك؟ ده انت تاجرت في مصر كلها ممدوح. استناني المؤتمر الجاي هوري مصر كلها انت عملت ايه. استناني. العقارات ودي برضه طيب. زيزو راح جاب محمد استاذ عبد العزيز اشرف عبد العزيز. هو احنا بنشتمه ليه؟ مش ده اشرف عبد العزيز اللي كان دراع اليمين في موضوع فتوح، اللي انا وهو رحنا لفتوح الاسم والنيابه والمحكمه، تمام؟ وانت يا حسين يا لبيب والسليمان والشيخ كل واحد جاي كلهم ليهم دورهم يعني. فمحدش فيكم يعدي من مارينا للاسم قدامه تشتموا ليه؟ وقله ادب وسفاله وزيزو والبت الصايعه. انت غيرت اسمك ليه يا صايعه؟ طب انقطاع مع المستشار عن الحضور انا مش في مؤتمر صحفي وحضرتك اتفضل اطلع بره. ماشي خلاص. لا مش مؤتمر صحفي. لا اطلع بره صراحه. لا يعني انت مستك ايه عن الناس؟ طب انا التسلسل اللي انا بقوله عملتها عشان حضرتك. انت منين؟ انا من جنة اصلا. بقول لك كده خلاص. بس اوعى تكون تبع ريري. لا ريري ما عادش عنده الا البطولات اللي ورا اللي قدامها باظت. عارفين بقى ايه كده ولا كده؟ لا مؤاخذه يعني. يشتم زيزو ده زفت. ابوه وسخ. مين انت يا صايع؟ يا صايع يا بتاع الشرابيه. شرابيه محترمه عنك. ها بس للاسف البت دي يخش لها عيال اصل بتشتم وتقعد تعمل ده انت سنتك سودا. ده احنا جبنا التاريخ من اوله لما كنت بالشنطه بتلفي على الكاميرات مش لاقي مكان تنام فيه. انت بتتكلم اسم الزمالك؟ انت يا صايع يا جماعه. البت دي شتمه رئيس الجمهوريه، شتمه شتيمه. البت الصايعه الصايعه ها كلكم عارفينها. خليكم صورتها دلوقتي مجرمه والله العظيم بشنطه هدوم. ده لما يشيل جميل اللي رجعه من الطرب ها امر عليه. كان في بطوله عربيه بسرعه كده بقى، بطوله عربيه في السعوديه. اول فريق لعبناه فريق تونسي على ما اعتقد غلبناه 4. مش كده؟ الاتحاد المنستيري تونسي هو مش كده؟ 4 فيها مشكله دي. لا خالص. طلع بقى التلفزيون السعودي مش لاقيين احنا غلابه لو مطلع ميتين امنا. ده انا اللي هطلع ميتين امك يا كذاب. ها؟ ده انا جابك والطلب. ده احمد سليمان استقال لما شافك في مكتبي انت ومدحت العبد واخوه جمال والواد اسمه عمرو الجنايني وقال لك مش هتعمل في فرح ترده. قلت له مش هترده. اللي يدخل مكتبي يشوف كان محافظه يعني. تمام؟ وجه الاستقاله بعدين رجع في الاستقاله وعيط. مش مشكله دي قضيه ثانيه. بنتكلم مع احمد سليمان والاحكام اللي عملوها. ما هو كل حاجه بالاحكام دلوقتي. بس انا اللي بطلع تسبب قسوه يا باشا مش مخل بالشرع. لا. والواد التافه تاني الشادي اخو الملك اللي بيقول لك مرتضى بيقول مش هنزل الانتخابات عشان ممنوع. هجيب لك الفيش التشبيه بتاعي اخر انتخابات اخر اللي هي فاتت دي. تمام؟ والحاجه اولادي قالوا لي اوعى تنزل. مكتوب كده لا شيء. الاجوله الاجتماع الجاي لا شيء. يعني اقدر انزل الانتخابات وابقى رئيس نادي محدش عارف يكسبني واديك بجزمه انت واخوك. يا كذاب. نعم؟ الاعضاء البرلمانيه كلهم منتظرين حضرتك تترشح. شاطر. المهم خلاص خلص يا جماعه المأمورية بتاعته هناك. دي بقى مصر اليوم صفحه عند الواد اسلام صادق.
عندنا مشاكل مش لاقيين ناكل، انا بشحت الزملاء بتوعي ينطقوا. عمل ايه بقى؟ حرض اللعيبه ما تنزلش التمرين الصبح. ميدو موجود، وانا ليه بعذر ميدو في اللي بيعمله؟ قلت له ابعد يا ابني، انت اللي على المسرح واخد بالك، انت اللي هتتري شتيمه. برضه ايامي كان متصدر، كلمني الصبح قال لي تمرد من اللعيبه رفضوا نزول التمرين. مش انا فيه اللي انا جايبه مضطرب، اللي بعد ما كان المفروض جاي من الاسماعيلي يعتزل، اللي مش قادر يجري، ده مش قادر يقف. المهم قلت له نزل على بتاع الموقع بتاعك ده لا مش الويب سايت، جروب يمشي الساعه 4 تمرين هشكره وبيروح يشتكي. كان في سفر بره، مسافرين بلد طبعا على طياره خاصه، فقبل ما اجي مشي. هو فين كابتن الفريق اللي هو بيدي بقى؟ لا مشي عشان ده نزول عباس اللي كان بياخدوا اللعيبه ويدوهم من المستشفى، يدي كل لاعب 100,000 ياخدوا 400 و500، اللي بياخد 30 مليون عشان يجيب بنتين يرقصوا اللبيب ويرقص معاهم. ها؟ ولما عملوه كلب ومشوه في الشارع انا اللي رفعت له قضيه ضد العالم بالجماهير، ولما طلعوه الطرب انا برضه اللي عملت كده. عمل ايه بقى؟ لا ما بيحضرش اجتماع رئيس النادي، انت بقيت بلطجي؟ انا بلطجي. تمام؟ وبعدين راح منزل بيان اللي هو ده. اقول لكم بقى الكذاب. هذا الكذاب يوم 8 اغسطس 2023 صفحته انا عامل كده وبعدين بقى اهو ده ركز يا ابني. يقول عليها رئيس النادي السابق اللي كانوا عليه اللي جزمه انت لابسها انت عارف بتاعت مين؟ ها؟ ما انت ايه اللي هذا بيهزقك السابق اهو كده هقرا المتآمر قال لك ايه؟ رئيس النادي السابق بيقول لك ايه بقى؟ جماهير الزمالك العظيمه يا عم ابعد عنها بقى. ده انت قبل كده عملت كده للجماهير، ده انت قبل كده عملت كده للجماهير، ما تبعد عن امنا بقى. يا راجل انت ما رحتش النادي الاهلي واتعاقدت هناك، ده انت خارب الدنيا. هروب من باوك، هروب من سبورتنج لشبونه، هروب مش عارف من الفتح، هروب من في ايه؟ وعمالين ندفع مليار 100 بتاع ده مليون يورو مش عارف ايه، ده انت خارب البيت. تمام؟ بس بصراحه دورك الايام دي لما بتجيب بصراحه بتزل بيه البيت مرات احمد خالد صالح ابن المحترم عشان ترقص. البيت الثانيه العبيطه دي مين دي؟ انا زي انا خارج عشان يجيبهم عشان يطبلوا له بيرقص 30 مليون. يا راجل انا جبت فيه عقد مش هتاخد مليون. كاتب ايه بقى؟ انا عم جماعه حد ياكل اليوم لازم فقط بصفه القائد الفريق. عمرك ما كنت قائد. القائد ما بيهربش. القائد ما بيهربش بقاله 6 اشهر عامل نفسه عيان. وانت شرفت بحمل شهاده قياده القلعه البيضاء، يعني انت عايز تبقى زي الونش؟ عايز تبقى زي زيزو؟ يا ابني جماهير الاهلي بتفرح لما بتنزل في الطوشه بتاعتها. بيفرحوا قوي قوي. اللي بيدور عليكم مش هيلعب النهارده. اتفضلوا يا استاذ. بعد كده واحد من طرفه داخل بدران النادي العظيم. مده ربع قرن، عملت ايه في ربع قرن؟ ولا حاجه. انا دارسك وحافظك وعجنك. رئيس النادي السابق اللي هو انا بقى، اللي هو مستشار غصب عنه وعن امه وعن اهله مرتضى منصور. ها؟ السابق. ماليش اسم. زي بنت اسمها خيريه شعبان طلع في القناه بتاعتها وحاطين صورته. انا طايره حاطين صورته ليه؟ هي بتاعت امك انا؟ هي قناه امك؟ هي قناه امك؟ انت عبيط يا انت اخوك الظابط اللي خارب الدنيا. استنيني يا خيريه اللي جاي. استنيني. اللي هيتكلم هتقول له بره. حضرتك مين؟
برضه انا يهمني. انا عايز اسال سؤال. ولا تسالني عايز اسال سؤال وكده. ولا تسالني. مين ده اللي عامل بلاغ؟ انا بتكلم عن خيريه، هو اسمه خيريه؟ انا اتكلمت والله اصلا، بس انا عايز اسال سؤال فعلا. الناس دي لو مشي حضرتك بتقول دلوقتي مش مترشح، واحنا جمهور الزمالك عايزينك، مين الكادر اللي ينفع يبقى رئيس نادي الزمالك دلوقتي؟ لا كتير. له سيد مشعل ينفع، محمد عامر ينفع، لا كتير احسن مني وافضل مني. انا بقول لك هو افضل مني. نادي الزمالك كله شخصيات محترمه ما عدا دول. انت عارف طبيعه الزمالك؟ انت عارف مركباته لما بتطلع قرف؟ هو ده القرف بتاع الجمهور حاسس بالفرق. نعم. الجمهور حاسس يا ريت هو فوق بس. الجمهور فوق. خلاص؟ اهمل بقى فوق يعني. الجمهور فوق. حتى ما عندنا جرايد فعلا يا باشا والله العظيم فوق. تتكلم في 8 في 10 12 14 15، ايه المانع ان انا افكر فيه؟ تمام؟ ايه المانع ان انا افكر فيه؟ لكن حته يعني اصل احنا ما نعرفش ايه والكلام ده ما بيحصلش والكلام ده لا ما حصلش وما جاش وما يتنقش ويترفض. دي حاجه حلوه كده. دي حاجه حلوه ان لعيبتك يبقى طبعا طبعا. دي حاجه على فكره جميله جدا، معناها ان انت بصيت صح وشفت صح. ويجي لي مثلا والله 12 مليون دولار مثلا في امام عاشور، 12 مليون دولار خلاص. ما انا اوكي، هي الفكره كده تبقى بقى عندي دخل كويس قوي. ايوه تمام، بس التوقيت برضه يعني اناقشه امتى؟ اناقش الموضوع ده امتى؟ واخد فرصه شويه ان انا اجيب، يعني ما شاء الله ما شاء الله ممكن اجيب لعيب صغير، ممكن اجيب لعيب طبعا لعيب حاجه يعني حاجه كواليتي مع النادي الاهلي. برافو عليك. فجرت الموهبه مع النادي الاهلي. يعني طبعا عشان بس ما حدش يقول ان ده احلى حاجه، لا بالعكس. ومع النادي الزمالك كان لعيب كويس قوي، كان لعيب كويس، بس لا ده لكن الانفجاره الحقيقيه معاك حته تهديفيه وكده في الاهلي. طيب كابتن اسامه، التوقيت دلوقتي ان انا ادخل مع امام اتكلم معاه في تعديل عقد في ظل وجود زيزو بمبلغ كبير جدا. هو اللي بيعمله الاهلي مش تعديل عقد، امال ايه؟ هو تمديد عقد. ايوه تمديد عقد يا باشا. تمديد عقد ايه؟ ده جاي له عرض من نادي نيوم السعودي ب5 مليون دولار في السنه، اعاره سنه 5 مليون دولار، يعني فوق النهارده ال 250 مليون جنيه. خطيب بيقول له هديك 25 مليون. ما كفايه ضحك بقى.